السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. يلا بينا مع بعض نعمل غدا سهل وسريع ومش هياخد مننا اي وقت خالص. انا النهارده كنت محتاره اعمل ايه على الغدا، فقلت خليني اعمل مكرونه كده بالصلصه وسجق بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي، حتى لو اول مره بتعمليه. يلا بينا بسرعه نروح نحط حله فيها ميه تغلي على النار ونشوف مع بعض هنعمل ايه. معانا بقى هنا على النار حلة فيها مية بتغلي، هننزل فيها بسرعة بشوية ملح صغيرين، وما ننساش طبعا معلقة الزيت عشان تخلي المكرونة بتاعتنا مفرفرة كده ومش معجنة ومش ملزقة ببعض. دلوقتي المية بتغلي معانا على النار، ننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا. اي نوع بتحبيه، انا بفضل النوع ده. انا هعمل كيسين. تمام، نبتدي بقى نقلب المكرونة كده مع بعض ونسيبها لحد ما تبتدي تغلي. طبعا المكرونه ما نسيبهاش تغلي كتير على النار علشان ما تعجنش. هتبتدي ان انت تدوقيها كده، واول ما تلاقيها بتقطم في بقك بس يكون فيها بس يعني تكه او سنه صغيره عشان ما تعجنش معاكي لما تنزلي بيها في الصلصه. تمام، دلوقتي بقى خلاص المكرونه بتاعتنا اتسلقت اهي. هبتدي بقى ان انا ادلقها في مصفى كده وانزل عليها ميه بارده تحت الحنفيه. سامحوني عشان انا بصور بايد وبقلب بالايد التانية فالموضوع صعب عليا. وهنا بقى جبت طاسه كده، يفضل ان هي تكون تيفال، لكن طبعا لو مفيش تيفال اي حاجه موجوده عندك تقضي الغرض. حطيت نقطه زيت صغيره خالص، لان السجق يا جماعه ما بيتحطلهوش دهون كتير لان هو بالفعل مليان دهون اصلا. فهنجيب بقى السجق بتاعنا كده ونقول بسم الله ونغطي عليه بقى ونسيبه على نار هاديه خالص، ما نعليش عليه النار ابدا. طبعا السجق ليه كذا طريقه وكذا يعني حاجه ممكن ان احنا نعمله بيها، بس النهارده انا هعمله بالطريقه التقليديه العاديه خالص، اللي هي نقطه زيت في الطاسه وهنشوحه كده تشويحه بسيطه مع المكرونه. ان شاء الله مره تانية باذن الله ابقى اعمل لكم السجق بطريقه مختلفه خالص. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا انا سبت السجق عندي في الطاسه على نار هاديه خالص مع نفسه، وبدات ان انا اقلبه لحد ما بقى لونه جميل بالمنظر اللي انتوا شايفينه. وملحوظه السجق لما تيجوا تحطوه في الطاسه ما تحطوهوش وهو فاكك، يعني انزلوا بيه وهو متلج زي ما هو. تمام، خدي بالك من النقطه دي. وعلى نار هاديه خالص بيبتدي هو يفك مع نفسه، وبعد كده بتبتدي ان انت تقلبيه لحد ما يبقى بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه معانا. وبكده نكون خلاص سوينا السجق بتاعنا وهنطفي عليه حالا. ويلا نشوف المكرونه هنعملها مع بعض ازاي. دلوقتي بقى جبت معايا هنا صلصه اللي هي بتاعه البرطمانات او الاكياس عادي خالص، وحته توم صغننه كده مفرومه حلوه، ومعانا مكعب مرقه دجاج، ومعانا هنا تقريبا حوالي نص كيلو قوطه مبشوره. ممكن حد يقولي طب ليه مبشوره؟ جربوا واسمعوا كلامي، اعملوا المكرونه بالطريقه دي والله بجد اولادك هياكلوا من ايديكي احلى شويه مكرونه، ومش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. بتفرق قوي مكعب المرقه مع القوطه لما تكون مبشوره. ممكن حد يقولي طب ما تضربيها في الكبه؟ لا، جربي بس القوطه وهي مبشوره كده في المكرونه وهتعجبك قوي قوي وهتدعيلي ان شاء الله. دلوقتي بقى جبت الحلة عندي على النار ونزلت بحوالي معلقتين كده من الزيت مع معلقة سمنة. انا بحب اعمل المكرونة بسمنة على زيت. هننزل بالثوم حالا ونقلب فيه لحد ما يبقى لونه ذهبي خفيف، وخلي بالك علشان ما يمررش منك. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خليت الثومة يعني صفرة بسيط قوي كده. معايا بقى دلوقتي معلقة خل صغيرة. ممكن حد يقول لي انت هتحطي خل على المكرونه، هو احنا هنعمل فته؟ لا، اسمعي كلامي وحطي معلقه الخل الصغيره دي كده بسم الله، وشمي بقى الريحه بتاعه الطشه بتاعه المكرونه الخطيره بتاعتنا. هننزل كمان دلوقتي بمكعب المرقه كده بسم الله، مهم جدا، ونحاول ان احنا ندوبه. تتاكدي ان هو داب كويس قوي. وننزل حالا بقى بسم الله بمعلقه صلصه بتدي لون جميل قوي للمكرونه بتاعتنا. والاول ان نقلبها علشان بيبقى فيها طعم كده يا جماعه. انتوا عارفين طبعا الصلصه بتاعت بره لازم تتاكدي ان الطعم ده ايه في التشويحه اللي احنا عملناها دي. الطعم الغريب اللي بيبقى في الصلصه بنتاكد يعني ان هو ايه راح خالص.
بعد كده ننزل بقى بالقوطة المبشورة اللي معانا. هننزل حالا بسم الله بالقوطة المبشورة اللي معانا. تمام. ونبتدي بقى ننزل ايه بالتوابل بتاعتنا، ملح، كمون، فلفل، شطة، معلقة سكر، مهمة جدا عشان بتضيع طعم الحموضة اللي بتبقى موجودة في الصلصة. تمام. زي ما انتوا شايفين نزلت بالتوابل اهي. خلي بالك وانتي بتحطي الملح ما تنسيش ان احنا حاطين مكعب مرقة قبل كده عشان الاكل ما يطلعش معاكي حادق. نسيبها بقى على نار هادية خالص لحد ما تتسبك والاقي الصوص كده عندي تقل. في التوقيت ده هنزل بالمكرونة على طول. دلوقتي الصوص تقل خالص وريحته بقى تجنن. احلى مكرونة ولا ايه؟ نقول بسم الله بقى وننزل بالمكرونة بالراحة. وبكده خلاص نزلت بالمكرونة في قلب الصلصة وقلبتها وكله بقى تمام. يلا بينا بقى نقدم الطبق بتاعنا. جميلة ما شاء الله ومفرفرة خالص خالص وريحتها بقى تجنن. دلوقتي خلاص الطبق بتاعنا جاهز. شكله يجنن وريحته حلوة قوي. تقدري تقطعي السجق قطع صغيرة لو مش حابة تحطيه سليم كده زي ما هو، بس انا بصراحة بفضله كده. بتمنى بجد ان شاء الله تجربوا وصفتي النهاردة وهتلاقوها سهلة جدا. قد ايه ما اخدتش مني دقايق. الموضوع بسيط خالص يا جماعة. ما تنسوش بقى اللايك والتعليقات الجميلة بتاعتكم والدعوة الحلوة. كنت معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع سمر. مع السلامة.